السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصراحة بقى النهاردة كارثة في السوق، كارثة بمعنى الكلمة في السوق. يعني ايه التوم ب25 جنيه و30 جنيه كيلو؟ يعني ايه؟ يعني ايه بلد زي مصر اللي ربنا حباها بكل الخير، وان ربنا ذكرها في القرآن بزراعة التوم والبصل و... وحاجات كتير جدا، يبقى التوم والبصل بالأسعار دي؟ ليه يا جماعة؟ حرام. اللي بيحصل ده حرام حرام حرام. فين وزارة الزراعة؟ فين وزارة التموين؟ فين الرقابة على الأسواق؟ عايزين نعرف ايه اللي بيحصل ده، طبيعي ولا مش طبيعي؟ اللي عايزين نعرف ان اللي بيحصل دوت غلا بسبب قلة اللي موجود ولا بسبب جشع التجار. يعني ايه ننزل للبايع يقول لي لا ده مفيش، اصل التوم صدروه فعشان كده مفيش توم، عشان كده الموجود ايه، يا تلاقي يا ما تلاقيش، يا تلحقي يا ما تلحقيش. يعني ايه يا جماعة؟ ارجوكم ارجوكم ارجوكم، الرقابة على الاسواق، الرقابة على الاسواق. مفيش رقابة في الاسواق نهائيا، كل حاجة غالية. انزلوا اعملوا رقابة على الاسواق علشان الناس تعرف تعيش، عشان نعرف نجيب احتياجاتنا اليومية. يعني ايه بصل ب15 جنيه؟ يعني البصل القديم وقلنا ماشي، وصل ل20 جنيه وعدى ل20 جنيه، وقلنا نصبر لما البصل الجديد يطلع. البصل الجديد يطلع يبقى ب15 جنيه؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ الطماطم من 10 ل8 جنيه؟ ليه؟ قولوا لنا ليه، قولوا لنا ليه. يطلعوا في الإعلام كده وفهمونا، وزارة الزراعة ووزارة التموين تطلع تفهمنا الدنيا ماشية ازاي. وده جشع تجار وجشع بياعين واحنا بيضحك علينا، ولا هي الدنيا بقت كده؟ ما احنا لازم نفهم، لازم نفهم. حرام حرام حرام. يعني أرجوكم أرجوكم أرجوكم، الرقابة على الأسواق، الرقابة على الأسواق علشان الناس تعرف تعيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.